بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الناس بيقتحموا مكان كده، وبيكون واحد منهم على الباب وعامل نفسه قس كنيسة وعايز يعين عندهم شنطة مهمة، وفجأة بيزق فرد الأمن كده لجوه وبيدخل وراه، وبيكون باقي المجموعة جوه بيطلعوا أسلحتهم وبيهددوا كل اللي في المكان، وبيعرفوا منهم رمز الخزنة تحت تهديد السلاح، وبيكون واحد تاني معاهم بره المكان ده بيولع النار في كومة قش، ولما بتولع بيسيبها وبيمشي، وبتكون النار كل شوية بتزيد، وبيقدروا فعلا جوه بيقتحموا الخزنة وتكون فيها فلوس كتير، وبيكون بيساعدهم واحد كده لابس شرطي، وبيفتحوا باب الطوارئ في ظهر المكان وبيروح العربية ملاكي تابعة للمطافي، وبيضرب باركر اللي كان متنكر في زي قس هاردويك اللي كان بيولع القش، لأنه ولع القش في مكان غلط وكان هيؤذي الناس، وبيحملوا الفلوس كلها بسرعة وبيطلعوا بالعربية من المكان، وبيكون ميلاندر يقول لهم إن في عملية جديدة لكنها محتاجة المبلغ اللي جبناه ده كله، وبيكونوا كلهم موافقين ما عدا باركر اللي كان متفق ان دي اخر عمليه بالنسبه له، وبيقول لهم الاحسن ان احنا نتقاسم الفلوس بهدوء وكل واحد يروح لحاله، وبتكون المجموعه كلها بتبص لبعض كده وعينهم فيها غدر، وباركر بيحس بده وفعلا بيقفلوا الباب اللي جنبه وبيهجموا عليه فجاه، وبيضرب اللي جنبه ده طلقه على اساس تيجي فيه وبس بتيجي في اللي سايق العربيه وبيموت وقتي، وبتكون العربيه ماشيه من غير سواق، وبيحاول ميلاندر يتفادى ان العربيه تعمل حادثه لانه بيكون راكب جنب السواق اللي مات، وبيضربوا طلقه تانية بس مش بتيجي فيه، بتيجي في ازاز اللي جنبه، وبيكون بيضرب فيهم بكل قوته لحد ما بيقدر يطلع من شباك العربية اللي اتكسر جنبه وينط منها وهي ماشية على الطريق، وبيزعق ميلاندر فيهم وبيقول لهاردويك ينزل من العربية ويخلص عليه، وبينزلوا كلهم من العربية وبيروح هاردويك عليه، وبيكون باركر مغمى عليه من النطة وفعلا بيضربه بالرصاص وبياخدوا العربية وبيمشوا، وبتيجي على باركر عربية غريبة وبيشوفوه مرمي كده على شط الترعة وبينزلوا يلحقوه وبيكون لسه عايش، فبيشيلوه بالراحة وبيقول له الراجل ما تقلقش هنهتم بيك، وبيفوق باركر بيلاقي نفسه في مستشفى وبيشوف في التلفزيون ان تم اقتحام المكان اللي كانوا فيه وسرقة مليون دولار، وبيكون في مريض جنبه بيكون هيكلم الممرضة علشان تيجي تشوف حالته، فبيقول له باركر ما تكلمش حد ويقوم من على السرير، وبيدخل ممرض عليهم علشان يشوف الحالة عاملة ايه، فبيقعد الممرض الراجل الكبير الاول وبعدين يروح يشوف التاني، بس فجأة باركر بيهجم عليه وبيمسكه من رقبته لحد ما بيغمى عليه وبياخد منه هدومه، وبياخد الراجل الكبير ده على كرسي متحرك عشان يقدر يخرج من المستشفى، وفعلا بيخرج من المستشفى وبيركب عربية الإسعاف وبيقدر يشغلها وبيكون بيعالج نفسه، وبيروح لهم المكان اللي هم فيه طبعا علشان ينتقم، وبيكلم واحد كده وبيقول له محتاج منك شوية أوراق تعملها لي، وبيروح لمكان كده وبينزل لواحد كان خارج من المكان وبيسأله عن مكانهم وبيكون بيهدده بالسلاح، لكن لما ما بيرضاش يرد عليه بيضربه طلقة في رجله علشان يتكلم، وبياخده لجوه على إنه بيسنده، وبيقدر يقتحم المكان وبيكون مكتفهم الاتنين، فبيعطوه المعلومات اللي هو عايزها وبياخد بعضه وبيمشي وبيروح للمكان اللي المفروض هيعمل فيه الأوراق اللي هو محتاجها، وبيجي المشهد على هارلي وبيكون بيكلمه في التليفون وبيقول له على المشكلة اللي هو فيها، وهارلي ده بالمناسبة هو أبو حبيبته، بيقول له يساعده وبيطلب منه بس مجرد اسمه لأن هو عنده خبرة في الحاجات دي شوية، فبيقول له إن هاردويك ده يبقى ابن أخو دانزينجر وإنه بيملك ديسكو في منطقة اسمها بوبورن 5 وبيحذروا منهم لأنهم ناس مش سهلين، وبيجي المشهد على باركر وهو رايح للديسكو ده وبيسأل على بوبي هاردويك اللي هو عم هاردويك، فلما ما بيرضاش الأمن يدخله بينزل فيهم تلطيش وبيسألوا على ابن أخوه بيتهجم عليه واللي معاه، وبيخبط بوبي كده بالكرسي وبيخنقه وإنه لو ما اتكلمش وقال له ابن أخوه فين إنه نصب عليه هو واحد اسمه ميلاندر، فصدقني لو ما قلتليش اللي أنا عايزه هفضل أضغط على رقبتك كده لحد ما أكسر القصبة الهوائية، وأخيرا بيقول له إن هم في حتة في فلوريدا اسمها بالم بيتش، فبيسيبه وبيمشي، وبيكون رجالته داخلة بيهاجموا باركر لكنه بيقدر يهرب منهم، وبيكلم حبيبته بيقول لها إن أنا واقع في مشكلة وده ممكن يعمل لك مشاكل فخدي بالك، بيكلم هارلي تاني وبيقول له ده وقت ان انت تاخد اجازه، وبيجي المشهد بعد كده على ميلاندر والرجاله، وفجاه هاردويك بيجي له تليفون ولما بيرد عليه تعابير وشه كده بتتغير وبتجيب الوان، فبيساله ميلاندر في ايه، فبيقول له هو متردد ان باركر عايش، فبيتجنن عليه ميلاندر وبيقول له ان قلت لك اقتله وانت فعلا ضربته برصاص قدامي، فبيقول له انا فعلا عملت كده بس ما اعرفش ازاي ده حصل، فبيهدده ميلاندر بالسلاح وبيقول له تكلم عمك دلوقتي وتقول له يتصرف ويخلي حد محترف يخلص عليه، وبيجي المشهد على هارلي وبيكون قلقان قوي على بنته اللي هي اصلا حبيبه باركر، وبيقول لها هغيب بس 5 دقايق وارجع هيقفلي الباب كويس وما تفتحيش لاي حد، وبيكون في واحد كده في عربيه قدام البيت، واول ما بيمشي هارلي بينزل من العربيه وبيروح لها البيت ويقدر يفتح الباب وبيقدر يفتح القفل الداخلي عادي، وبيدخل عليها الشقه وبتكون هي بتجهز شنطتها عشان تروح في اجازه مع ابوها، وبيكون طالع لها لكنها بتسمع صوت الباب وبتعرف ان في حد غريب في البيت، فبتاخد سكينه كده في ايديها وبتهرب بسرعه وبتنزل بسلم كده من الشباك، وبتروح الاول على عربيته وتخرج
بتخرم خجر العربية بالسكينة اللي معاها، في حركة ذكية منها بصراحة، وبتاخد عربيتها وبتجري بسرعة، وطبعا ما بيقدرش يروح وراها، وبتكلم باركر تقول له على اللي هي فيه، وبيقول لها تروح لمكان معين وهتكون هناك في امان، وما تقفيش لاي حد وما تتكلميش مع اي حد في التليفون، وتاكدي ان محدش ماشي وراك. وبيجي المشهد بعد كده على باركر، وبيكون عند الناس اللي قال لهم يعملوا له الورق اللي هو محتاجه، وبيكون كان في عنده ناس وهددوا له ويعرفوا ولا لا، وبيسالوا ان كانوا سالوا على اسم دانزينجر ولا لا، لكن رجاله الراجل ده بيهددوه بالسلاح، لكنه بيقدر يقضي عليهم كلهم، وبيهدد الراجل ده اللي بيعمل له الورق، وبيكون خايف قوي، فبيقول له مفيش داعي ان احنا نموت بعض، ورق جاهز في الدرج ده، فبياخد الورق اللي كان عايزه وبيخليه يموتهم هما بالمسدس، بياخد منه المسدس عشان يبقى دليل ضده. المهم بيقابل باركر هارلي وبيقول له ان هم بعتوا لك الفلوس دي، ونفض القصه دي يا معلم، فبيعرف ان الفلوس دي منه عشان هو خايف عليه ومش عايزه يغامر ويدخل معاهم في مشاكل لان الناس ديت غشيمه. فبيقول له باركر ان الموضوع مش موضوع فلوس ابدا، ده مبدأ وانا اتخدعت. بيكون مستغرب هارلي ان هو بيجازف بحياته وحياه بنته وحياه حماه اللي هو هارلي نفسه علشان مجرد مبدأ. بيجي المشهد بعد كده على باركر، وبيكون متنكر بلبس كاجوال كده، وبيروح يقابل سمسارة المفروض ان هي هتجيب له شقة في المنطقة اللي اصحابك فيها، فبتكون بتسأله عن نفسه، وطبعا كل اللي بيقوله كذب في كذب، لأنه أصلا عامل نفسه شخصية جديدة بالورق اللي كان مجهزه عشان محدش يعرفه يعني، وبتكون متشجعة جدا لأي حاجة عايزها منها لأنها عايزة تطلع منه بأي مصلحة. وبيروح باركر على المكان اللي قال لحبيبته تروح له، وبتطمن عليه وبتكون بتعالج له جروحه. وبيجي المشهد بعد كده عليه وهو مع السمسارة اللي بيكون اسمها ليزلي، وبتكون بتعرض عليه بيوت وفيلل كتير بأسعار مختلفة، وبيكونوا قاعدين في مكان كده علشان يمضوا العقود، وبتعرض عليه ان هو لو لوحده يعني ومحتاج حد معاه يساعده وكده ويكون دليله في المكان، وافهم انت بقى يا صديقي. المهم بيكرف لها وبيقول لها مش فاضي والله يا قط. وبتكون ليزلي بتدور على بياناته الشخصية، وبتعرف ان هو منتحل شخصية مش حقيقية. وبيكون باركر وصل للمكان اللي اصحابك فيه وبيراقبهم كده من بعيد، وبيستنى لما جراج العربية يفتح وتخرج العربية، ويدخل بسرعة من تحت الباب قبل ما بيقفل، وبيدخل البيت وبيدور في ورق كده، وبيعرف ان هما بيخططوا لعملية جديدة كبيرة، وبيكون بيزرع مسدسات في الترابيزات من تحت. وبيجي المشهد على ميليندر وبيقول اننا لازم نكون متداريين وحذرين قدر الامكان. بيجي المشهد بعد كده على القاتل المحترف ده اللي بيكون راح للراجل اللي عمل له الورق، وبيساله على باركر لكنه بيقول له ما يعرفش عنه حاجه، فبيغزه بسكينه وبيخلص عليه. وبيجي المشهد بعد كده على باركر وبيكون الجماعه راجعين، فبيخلص اللي بيعمله بسرعه قبل ما يدخلوا عليه، وبيخرج بسرعة قبل ما الباب ما بيقفل. وبيطلع بيلاقي ليزلي مستنياه في العربية، وبتقول له لو فاضي نشرب كاس سوا، فبيقول لها مين اللي عارف ان انت هنا يا قط. ولما بتدل عليه بيجيبها من شعرها وبيقول لها لما اسالك على حاجة ترد عليا، فبتقول له ما حدش يعرف، وبتقول له انها عارفة ان هو عامل نفسه شخصية مختلفة واكيد وراك حاجة مداريها. فبيروح للبيت وبيقول لها ما تفتحيش النور، وبتقول انها مستعدة تساعده في اللي بيعمله مقابل جزء صغير من التورتايه يعني، فبيقول لها اقلعي. هي كمان استغربت زيك كده يا صديقي، بس باركر ده مش سهل، عايز يعرف ان كانت مركبة اجهزة تصنت ولا حاجة، ما هو مش بيثق في حد بسهولة برضه. ولما بيتأكد انها تمام بيقول لها هفكر في الموضوع. وبيكون باركر بيلاقي ميليندر طول الوقت. بعد كده بيجي المشهد على ليزلي وبتعمل نفسها بتتخانق قدام زميلها في الشغل وبتمشي. بعد كده بنروح لباركر وهو واقف مع ليزلي وبيحاول يفهمها هو بيعمل ايه، وانه جاي علشان ناس معينة جايين يعملوا هنا عملية سرقة كبيرة، فبتخمن وتقوله ان انت هتسيبهم يسرقوا وبعدين انت تسرقهم، انا بالنسبه لي تمام بس هاخد العموله بتاعتي. فبيبص لها بقرف كده اللي هو ماديه حقيره. ولما بتساله هيسرقوا ايه فبيقول لها مجوهرات كليندون، فبتستغرب جدا وبتقول له مستحيل، وبتصرخ عليه وبتقول له هيتقبض عليك وعليهم او هتموت، وبتكون هتسيبه وبتمشي. فبيمسكها وبيقول لها رايحه فين يا حلوه، بقيتي جوه اللعبه ما عادش ينفع تمشي. وبيجي المشهد على ميليندر ورجالته وهو في المتحف اللي هيسرقوا منه المجوهرات، وبيكونوا عاملين نفسهم عمال، وبيكون باركر بيراقبهم وبيقول لليزلي تنزل من العربيه، ما بتكونش فاهمه حاجه بس بتنزل قشطه يعني. وبيكون في شقته باركر وفجاه بيجي عليه القاتل المحترف ده وبيحاول يموته، وبيضربه باركر قوي، لكن الجدع ده بيكون قوي قوي وبيكسر عليه الشاشه، وبيقدر باركر يقوم له تاني وبيخنقه بسلك كده، لكن برضه بيزقه وبيخنقه بالمشمع ده كده، لكنه بيخبطه بحاجه كده في رجله، وبيعمل باركر نفسه مش قادر ياخد نفسه ومميل كده عند قعده الحمام. ولما بيروح له بيقوم باركر بيناوله بحته كده من القعده في وش امه بيوقعه على سن البانيو، وبيكون باركر بياخد نفسه كده لكن بيتفاجئ به تاني فوق ظهره وماسك سكينه، وبيفضل باركر يقاوم قدر الامكان لحد ما بيخلي السكينه تخرم ايده علشان يقدر ياخده ويشده وينط من البلكونه. وبيمسك باركر في السور، لكن الجدع الرخم ده برضه بيبقى مش راضي يموت، وبيكون ماسك في رجله، لكن باركر بيلف وبيناوله كده برجله بيوقعه من فوق، وطبعا بينزل كفته.
بيطلع باركر للبلكونة وبيشيل السكينة من ايده. بيجي المشهد على ليزلي وبيكون جاي لها شرطي بيسألها على باركر بس بالشخصية التانية بما انها السمسارة بتاعته، وبتكون مش فاهمة في ايه بالظبط، لكنها بتشوف باركر متداري في مكان كده في شقتها وبتحاول تطرق الزبون ده علشان ما يشوفوش. فبيقول لها الشرطي انه كان بيتخانق مع حد في الغرفة بتاعته وشفنا حد وقع من فوق، ولاننا لقينا رقمك واسمك عنده جينا عشان اذا تعرفي اي حاجة عنه تقولي لنا. فبتقول له انها ما تعرفش حاجة وبيسيبها وبيمشي وتروح جاري على باركر عشان تطمن عليه. فبيقول لها كلمي الرقم ده وروحي على شغل. فبتقول لها امها اعملي اللي بيقوله. وبيجي المشهد عليها وهي بتكلم الرقم وبتكون كلير حبيبته، وبتروح كلير عليه البيت وبتقول لها الحاجه ام ليزلي خفت لا تكون الشرطه. وبتروح ليزلي عليهم البيت بعد ما سابت شغلها وبتشوف كلير وهي قاعده بتعالج جروحه. فبيقول لها انت ليه مشيتي من الشغل؟ انا ورايا حاجات لازم اعملها الليله دي. فبتستغرب ليزلي ازاي وانت مبهدل كده يا عم انت، ما تقولي حاجه يا حاجه انت. فبتقول لها كلير انا ما اقدرش اوقفه وبتودعهم كلير وبتمشي. وبيقول باركر لليزلي روح على شغل. وبيجي المشهد على الحلوين وهما بينفذوا العمليه وبيكونوا مجهزين عربيه ولبس مطافي وبيكونوا مستنيين حاجه معينه تحصل. وبيجي المشهد على المتحف وهو فيه الجواهر، وفي وسط الاحتفال بيحصل انفجار في المكان وبيحصل حريقه. وبيكلم هاردويك ميلندر والرجاله عشان يتحركوا، وفعلا بيتحركوا على انهم المطافي وبيقولوا للمسؤولين ما تقلقش احنا هنهتم، بس ابعدوا بعيد وما تخليش اي حد يقرب من المكان. وبيقفلوا الباب عليهم وبيكونوا مجهزين شنط وبيكسروا الخزن بسرعه وبياخدوا كل المجوهرات اللي فيه. وبيكونوا مجهزين لبس غطس وانابيب. وبيكون هاردويك بيعمل تمويه للشرطه النهاريه علشان يلهيهم عنهم على ما يبعدوا، وبيفضل يتكلم معاهم على ما اصحابك يخلعوا. بيجي المشهد على عربيه المطاف الحقيقيه اللي لسه واصله حالا، عاملين زي المطاف اللي عندنا. وبيدخل رجاله المطاف الحقيقيه للمكان وبيكتشفوا انها عمليه سطو وانهم اتقلبوا يا معلم. وتبلغ الشرطة إن حصل عملية سرقة كبيرة وبتصدر أوامر بتقفيل مداخل ومخارج المدينة بالكامل. وبتكون ليزلي شايفة كل حاجة ومش مصدقة إن ده فعلا حصل. وبيروح باركر على المكان اللي بيتجمعوا فيه وبيتأكد إن المسدسات مكانها قبل ما يجوا. وبتكون بنت الميلة دي رايحة هناك علشان عايزة تعرف إيه اللي هيحصل. وبيشوفهم باركر وهم جايين عليه من بعيد وبيكون مجهز مسدسه. وبتكون ليزلي عمالة تتسحب كده عشان عايزة تتفرج بقى. وبيكونوا بيهنوا بعض عشان العملية نجحت وبيطلعوا كل المجوهرات على الترابيزة كده. وبتكون ليزلي بتتفرج من الشباك وهي مذهولة. وفجأة بيجي عليها هاردويك من وراها وبيهددها بالسلاح وبياخدها لهم جوه. ولما بيشوفها باركر بيبقى عايز يلعن فيها بس في سره طبعا. وبيكون ميلندر خايف ومرعوب لأن وجود البنت دي معناه إن باركر هنا، وبيكون مفكر إن هو اللي بعتها لهم. وبيضربها ميلندر وبيسألها على مكانه وهي على الأرض بتشوف الأسلحة اللي تحت الترابيزة. فبياخدها ميلندر بالراحه وبيقول لها تعالي نتكلم بالراحه قولي لي هو فين. فبتقول له معرفش. وبيقول لهم ميلندر فتشوا البيت حته حته. وبيكون هاردويك والجحش التاني ده بيدوروا عليه. وبيكون متداري كويس باركر لحد ما بيطلع ورا الزبون ده بالراحه كده وبيغزه بالسكينه في قفاه وبيكتم نفسه عشان ما حدش يسمع صوته. وبيدخل بطيخه ده على ميلندر وبيقول له ان ما لقيناش حاجه. وبيقول ميلندر لهاردويك روح دور على روس. وبيكون بيهدده وبيقول للبرميل ده يقف جنبها ولو اتحركت خلص عليها. وبيكون عارف ميلندر اللي هنا وبيقول له انا عارف انك هنا وان احنا حاجزين البنت دي ومن الافضل ان انت تخرج. وبيكون باركر بيبص لها وهي بتحسس على الترابيزه وبتعرف مكان المسدس. فبتمسك المسدس وبيشوف هاردويك باركر وبيضرب عليه لكن مسدسه ما بيضربش. فبيحدفوا فيه وبتضرب ليزلي البرميل ده بالمسدس وبتوقعه. وبتكون ليزلي فكت نفسها. وبيكون باركر وميلندر بيطحنوا في بعض لكن باركر بيكون اقوى بكتير فبيدغدغ له جسمه وبيضربه طلقه في قفاه ويريحه. بيجي هاردويك وهو ماسك ليزلي كده وبيقول له انهم ممكن ياخدوا كل ده هما الاتنين بس وبيهددوا انه هيخلص عليها. فبيقول له قشطه عادي يلا اعمل كده. فبيضغط على الزناد فعلا لكن المسدس ما بيضربش وبياخدها منه وبيقول له انت غلطت من الاول ان انت حرقت القش في المكان الغلط. وبيريحها وبياخدها وبيمشي. وبتقول له انت ازاي عرفت ان المسدسات ما بتضربش؟ فقال لها انه جه هنا قبل كده وبوظ معظم المسدسات. وبيعطيها المجوهرات وبيقول لها هبعت لك حد بعد فتره ياخدها بس نسبتك محفوظه. فبتقول له كام؟ قال لها ملايين. فبتتبسط قوي لانها زي ما اتفقنا كلبة فلوس. وبيقول لها انه هيتدارى بقى شويه على ما الامور تهدى وبتسيبه وبتمشي. بس كده يا صديقي وبيخلص الفيلم لحد هنا. وكل اللي وصلوا لحد هنا انتوا اجدع ناس. عشان يبقى ضليل ضده بناخد دان زينجر. ايوه دان زينجر. خد لك بقى جولة في القناة وهسيب لك 4 افلام هنا هم اختار منهم اللي يعجبك وبضمن لك ان كلهم جامدين. وفي الاخر كالعادة اسم الفيلم هيكون في اول تعليق. صلى على النبي محمد. سلام.